في جملة حلوة قوي بحبها بتقول دوام الحال من المحال. والجملة دي أنا اختبرتها بشكل شخصي اليومين دول. أنا من يومين اتنين بس كنت مسافرة على مطار الأردن رايحة لأهلي أقضي أجازة الثانوية عادي جدا، زي أي حد عانى من ضغط طول السنة، ضغط نفسي ومجهود غير طبيعي، وعايز يغير جو وينزل لأهله وينبسط. واتفاجئ إن أنا بعد وصولي بكام ساعة المطارات تقفل، حرب ما بين إسرائيل وإيران، الدنيا كلها متبهدلة، صفارات إنذار، صواريخ عمالة بتنزل نشوفها من على بعد في قلب السماء. وضع صعب، مشهد غير طبيعي. أولادي كانوا خايفين جدا لأنه أول مرة أصلا نشوف حاجة زي كده. ففعلا كلمة دوام الحال من المحال دي تتصدق. في لحظة الحال كله اتشقلب والحال كله اتغير والدنيا اتقلبت من حال لحال تاني خالص. ده بيعلمنا ايه؟ بيعلمنا قد ايه احنا بنبقى مركزين قوي على مستقبلنا وعلى حياتنا وعلى اهدافنا، اللي بنبقى كل يوم بنضغط نفسنا ونسعى ونتعب ونشيل قرش على قرش علشان نروح نشتري مش عارف ايه للمستقبل، ونأمن مين لمستقبله ونعمل ايه، وحياتنا كلها ملهية في شوية حاجات بنرسمها لمستقبل مش مضمون اصلا، لمستقبل ما احناش عارفين بكرة هيحصل فيه ايه. عمرنا احنا مش ضامنينه لحظة تانية لقدام. فقد ايه احنا بنشغل نفسنا وبنشغل بالنا بحاجات مش مضمونة. الحياة فعلا اثبتت انها فانية، وفي لحظة واحدة ممكن تنتهي وما يكونش ليها اي وجود. فالنهارده لازم تاخد قرار ان الحياه الحقيقيه اللي انت محتاج تعيشها ومحتاج تبذل فيها مجهود اكبر من اللازم هي حياتك مع ربنا. العلاقه اللي لازم تبنيها بشكل حقيقي هي علاقتك بربنا. كل ما قربت من ربنا كل ما تاكدت ان انت محمي، في حماية خاصة هتكون عليك، يحمي لك بيتك وأولادك وحياتك، يحمي لك دخولك وخروجك، ويحمي البلد كمان اللي انت عايش فيها، يحميك في وسط الحروب اللي بتحصل، ويحافظ عليك، وانه مهما كان في قلق حواليك انت محمي تحت ستر العلي. فعشان كده مهما كان شكل ايمانك وشكل ديانتك وشكل عبادتك ما تترددش النهارده لحظه انك تبني علاقه حقيقيه ما بينك وما بين ربنا. الواقع اللي احنا فيه ده دلوقتي اكتر حاجه بتثبت وبتاكد ان مفيش حاجه مضمونه. قد ايه بنقعد نفكر في بكره، وقد ايه بنقعد نرسم بخيالنا ونحلم ونفكر ايه اللي ممكن نعمله في الخطوه الجايه. بس يا ترى في خطوه جايه؟ يا ترى احنا طول ما بنفكر بالطريقه دي احنا هنوصل لحاجه؟ خلينا نعيش يوم بيوم ونحمد ربنا على اليوم اللي عدى بخيره وبشره، ونطلب منه حماية على الأيام التانية اللي جاية. ده أهم بكتير. أنا بقولكش إنك ما تشغلش بالك بحياتك ومستقبلك، بس قبل ما تشغل بالك بحياتك ومستقبلك ارسم النهاردة إن حياتك هي ما بين إله قدير، هو اللي هيخطط لك كل حاجة فيها، وهو اللي هيرسمها حسب مجد اسمه ومشيئته وحسب الصالح والمناسب ليك. النهاردة أنت شفت بنفسك المشهد في الدنيا كلها وفي العالم كله بقى عامل إزاي. فما فيش اي حاجه ممكن تراهن عليها، ما فيش اي حاجه انت ضامنها في ايدك، كله بين ايدين ربنا. فاطلب الحمايه من ربنا في دخولك وفي خروجك وفي حياتك. الباقي كله عند ربنا مش عندك انت. فخلي حياتك فعلا تبقى محميه، انت في حمايه القدير. خد القرار ده النهارده وما تترددش.